So I brought you here and you guys to tell you a story about my friend Maha. Oh, Maha. This should be interesting. It is. Here it goes. عصام. ايوه. يا عصام. نعم. يا اخي من قبل بتكلم معك انا. ايوه. يا عصام. من قبل انا بتكلم معك في موضوع مهم جدا جدا حسي. انت ما طوالي مواضيعك مهمه. غاية المهم حسي بنت سكينة عرسوها. مبروك لها هو بعدين. انت مالك؟ انت ما شايف بنتك دي قاعدة لنا كده ساي؟ لا ما لا قاعده ساي دقيقه انت دي قاعده ساي كيف يعني ما دي قاعدة ساي تمشي مدرستها وتجي خرجت والشغل واشتغلت بعد ده في شنو؟ غير العريس المهم لا العريس ده يعني ما بيجي هو ولا نحن بنمشي نخبط لهم ريبان ونقول لهم تعالوا عرسوا بنتنا ده كلام شنو بتقول كده خليك حسي من الفصاحة دقيقة كده عاين ده ونو ده شنو ده؟ ده راجل وينو الراجل ده؟ عشان شنو ما عنده شنب يعني؟ لا كده خليك هو ما عنده شنب لا كيف ده شنو ده؟ حسيت ده مشكلتك يعني؟ يعني لا عنده شنب بعد شو الحلاقه الحالقه اولاد الزمن ده بيقولوا ولا قاعد عينه انت زول انا ما عندي لك اخلاق. Then Maha got called downstairs. يا مها يا بنت يا مها حسب ده الرجال ده في شنو؟ كده خليك من المصيبه المسكاها دي تعالي كده. خير. رايك شنو؟ دم شغال. What just happened? مالو شغال. That's good. هي أصلا ما عرفت له اسم. لكن شغال يعني that's a check mark. Why are you so mad? لا أنا قلت لك دم يا ماما ركزي. كده جابته لك خالتك ابتسام. خالته ابتسام دي ما لها بعيد ما تعرفي يا بنات. ده عريسه يعني؟ كده انا ما عندي لك اخلاق حسي كويس؟ عين هنا بنات ابتسام واولادها صغار انت 23 سنه 23 سنة دي تخريج اتخرجتي وشغل اشتغلتي وبعد في شنو؟ There are so many things that are wrong with this right here. Like what? I don't understand. تخريج وتخرجت 23 سنة تخريج وتخرجت شغل اشتغلت وبعد ده فضل شنو غير العرس؟ يعني احنا 23 سنة أمهاتنا من زمان they had us when they were our age. هي ابتسام دي منو ذاتها وهو اسمه منو؟ يعني شنو 23 years old لسه قدامه طويل يعني عندها PhD؟ ما كده ركزي بس شوفي يعني أنا ما داري أعرف شوفي ما عنده أي مشكلة ما في أي عيب. كده يا مها كده وريني انت الزول ده ماله حسه يعني ما تديه فرصه تعرفي عليك الله تفهم مع بنتك دي أنا ما عندي لك. يا بابا انا ما دايره واحد اعرسه بالطريقه دي. والله العظيم. لا ودار تعرسي كيف طيب يعني؟ يعني انه احنا الاثنين نفهم عن شوفي شوية قلة بعض أدب. ما قله ادب انتوا ليه ما واثقين في اخلاقي؟ طيب شفت دقيقة، التعليم كيف- بيعمل شنو كيف- في النهاية؟ كيف؟ يا اخي دقيقه اسكت انت لا كده وريني ده يعني تعرف الزول كيف يعني؟ يا بابا احنا حسي جبتونا انتوا في مجتمع جديد، احنا ما شفت بنتعرف الفلسفة؟ على بعض بالطريقه دي، لازم انا افهم عقليته هي شنو وهو يفهم عقلي كيف. اقعد افهم ليه في عقليه يا أخي اسكت دقيقة يا أخي، خلاص اسمع كلامها يا أخي. كبوري هنا تسمع كلام يا اخي اسكت على هي حاسة طبعا بنت قلة أدب. Yes شديد. كيف تتكلم كده مع أبوها؟ Yeah. ده كويس إحنا ما لكن انت نتكلم عشان وريني تقولي. دقيقه اصبري طيب يا ماما انا ما كده بعرف. وريني اسمعي انت يا اسمحي يا لي مها يعني، أها. انت دايره تعرفوا كيف يا بابا حسي ده واحد جاي بس عشان يعرس في راسه انه بس عايز يعرس، ما فارقه معاه دي بنت منو اخلاقها كيف هنا بس ده يعرس ما ليه؟ كويس الحته دي احنا انتهينا منها انا سالتك سؤال انت دايره تعرفيه كيف؟ This is a trick question. You think? Don't do it. Don't do it. إنه انا ما دايره اتعرف على واحد بطريقه خدته ابتسام دي انا ها كيف يعني دايره تمشي تشكسوا لي وتخلطوا لي وتلفونات وكلام فارغ زي ده؟ هوي انا ما عندي بنات عندهم كلام فارغ زي ده انا ما قلت كده، انتوا لازم تكونوا واثقين في اخلاقي. نحن واثقين واي حاجه لكن الكلام الفارغ اللي بيعملوه الناس ده انا ما ينفع معي وكلام الخواجات اللي بيعملوه ده ما ينفع معي قاعدين لي وديتس وكلام فارغ وانا طالع مع فلان وطالع مع صاحبي ودايرين نمشي نعرف بعض والكلام ده ما عندنا نحن يجي الزول يدق الباب هنا ده كو 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 Okay, who said that's what she wants to do? Anyways, طالعة ونازلة مع واحد. When the right guy comes along, she will know and make the right choice. Yeah, and I think openness and honesty with your parents when it comes to those kind of situations and topics is very important. But they also have to trust that she's gonna know right from wrong. Exactly. Yeah. يخبط الباب ده ويجي يتقدم عديد بصوره رسميه انا بس. ما قلت كده، انا بس قلت انا ما دايره طريقه خدته ابتسام ده، الزول ده جاي بس عشان يعرس ما عشان عايزني. صح كلامها. She's right. He's ready to settle down. So now she has to magically be ready too. لكن هي هتقعد كده لمتين يعني العرس ده حاجة مهمة and بعدين maybe he is a really nice guy. شوف يا ماما الزول ده جاي وهيتقدم عجبك ما عجبك وش رمى البحر أنا ما كلام راضية. فارغ ده أنا لا. راضي ما أنا راضي على راضية، كيف ما خلاص راضية. نحن نسينا من الموضوع ده صار بعدين اليوم كله قاعده في البيت كده زي ما قالت امي قومي عندها حق والله اليوم كله قاعده في البيت ماسكه لي التليفون جننتينا جد خلاص الناس قالوا وش انا يعني ما ممكن الكلام ده كلام الناس. The code we live our lives by.
انا وشكم في شنو يا جماعه؟ ما انا ما قاعده اعمل حاجه كعبه، قاعده في بيت ابوي معززه مكرمه. انا ما راضيه بالكلام ده لغايه ما انا دايره يا بابا. انت عندك مانع؟ ما عندي مانع، لكن خلاص امشي عرس شوفي لك تجيبي لك اولاد، خلاص زهقنا نحن من الموضوع ده. لكن اي زول يلاقي بنت المعرسه بتاعتك على العرس بعدين كرهتونا زادوا الموضوع ده نحن. انا ما راضيه بالكلام ده وانا ما حارس عن طريقتك. والله شفتك انا عملت شنو ذاك ما داري. عليك الله امشي كده حتعرسي، احنا حتعرسي. العرس 200. What عرس؟ I don't see what the big deal is. I mean, she is at an age where she should be looking to get married and meeting guys online and stuff. Well, she's lived her life in a Western society and she tried to take the good and leave the bad. So how do you expect her to just wake up one day and marry a guy that she doesn't even know? This generation is crazy. I say do it the old way. Marry the guy your parents or your aunt or distant cousin proposes and call it a day. I mean, I'm pretty sure they're not going to propose a really bad guy. He's going to be well off and stuff. This is ridiculous. Okay, fine. I can't fake it anymore.